السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالناس اللي شرفوني ونوروني في القناه ديالي واشتركوا. كنشكركم بزاف على الاهتمام ديالكم، كنشكركم بزاف على لي كومونتير الزوينين ديالكم في الفيديو ديال التقضيه. صراحه شجعتوني وعجبني الحال بزاف، فرحت وقلت نشارك معكم واحد الفيديو اخر وواحد الحاجه اللي كنظن حتى وحده ما غتكون ردات ليها البال او لا عرفاتها. المهم غادي نشارك معكم هاد الحاجه اللي هي صراحه ماشي مزيانه، وغادي نشارك معكم الفرماج اللي هو مزيان. يعني انا اصلا اغلبيه ديال لي فيديو سابقين ديالي لي كريب بيتزا اي حاجه، بزاف ديال البنات كيسولوني اشنا هو النوع ديال الفرماج اللي كتستعملي اللي كيجي معلك وهكا كيتجبد. كلنا كنبغيو ديك التعليكه وديك التجبيده في الفرماج. جبت لكم فرماج اللي هو زوين وكيتعلق وكيتجبد بحال اللي كتاكلوا في لي ريستورون في السناكات وهذا. ان شاء الله بحول الله في رمضان كلنا كنحتاجوه، كلنا كنجيبوه. كنقولوا رمضان كنقولوا فرماج، يعني البيتزا الكغاتان اي حاجه. فجيت نشاركو معكم هذا الجبن هذا. غنوريه لكم هكا واضح. غاستروميكس كحله هذه نهبطها لكم بحال هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا معايا غاستروميكس كحله، هي قطعت منها حيت درت منها اليوم في الغدا. هي شوفوا خديت منها واحد المورسون. سكرينيوها، انا غنخليها لكم هكا. اللي بغات تسكرينيها راه كتجي جد رائعه وزوينه بزاف، كتعلق وكتجبد. انا راه ما تنستغناش عليها. اشنو كندير لها باش كنجيبها؟ كنحلها وكنحكها. عندي واحد الماكينه باش كنحك بها الفرماج الحمر والموتزاريلا. غادي نوريكم حتى هذيك الماكينه باش كنخدم. المهم ماشي دابا، ماشي في هذا الفيديو، غنوريها لكم ملي غنكون كنحك بها شي حاجه. هذا الفرماج هذا كيدير الثمن ديالو 60 درهم 65. انا صراحه خديتها في الهريب ب 60 درهم. فيها 1 كيلوغرام، يعني فيها كيلو ب 60 درهم. غتلقاوها في شي محلات ولا في شي متاجر اخرى ب 65 درهم. يعني هذا هو الثمن ديالها التقريبي. كتجي زوينه وفيها حتى الحمراء، ولكن انا كنفضل هذه الكحله. هذه راه ميمكنش نستغنى عليها كتعجبني بزاف. المهم غير حاولوا تاخذوها وتجربوها، غترحموا لي الوالدين عليها. البنات بارطاجيو هذا الفيديو وبخلوا لي اللايكات ديالكم باش هكا يوصل لواحد النسبه كبيره من الناس، حيت بزاف منكم كيقلبوا على احسن نوع ديال الموتزاريلا اي الفرماج. صراحه انا كندير ليها مليحه من الفوق، شويه الزعتر، واحد القطيره زيت البلديه ملي كنديرها فوق شي حاجه باش كتجي بنينه. كما عارفين هي ما بنيناش موتزاريلا، ما بنيناش، راه هي فيها زعما غير هذيك التعليكه وداك الشيء. ونزيدكم الناس اللي كيقولوا حرام ما حرام وداك الشيء ولا ما عرفت شنو كيقولوا فيها، زعما لحم الشحمه د الخنزير ولا الشحمه د الحلوف. لا، هانتوما راه حلال، هانتوما راه حلال. يعني انا كنمشي كناخذ الحاجه اللي كنقرا المكونات ديالها، غادي تشوفوها معايا. المهم غادي نقول لكم دابا الحاجه الاخرى. الحاجه الثانيه اللي ديجا بغيت نوريها لكم، ستار. كلنا كنستعملوا ستار، وهي ماركه غنيه عن التعريف وماركه مزيانه، وانا ما كنقول فيها حتى شي عيب. ماركه زوينه، لا في المايونيز لا في الكيتشوب لا في مهم كاع لي صوص، في الخل، في كل شيء واعره، وهي اللي كنستعمل وما كنستغناش عليها. ولكن هاد لا موطارد هذا كاملين كنشريوه، كاملين كنستعملوه. كناخذو، انا اغلبيه كناخذ الصغيره ياك، كاين اللي كياخذ المتوسطه، كاين اللي كياخذ الكبيره. كنستعملوه في الدجاج، في الاسماك، في الحشوات. ملي كيجي رمضان كنستعملوه بزاف في الحشوات. يعني اش غادي نقول لكم، كناخذوه بزاف، كنستعملوه بزاف. غادي تشوفوا معايا هنا هاد البلاصه هادي، نقرب لكم الكاميرا. هاد البلاصه فين مكتوب هاد الكتابه الصغيره، يعني راه باش تشوفيها خاصك تاخدي القرعه وتقربيها لك. غتشوفوا عندي القرعه خوات بعدا ياك، خوات ما بقى فيها والو. من امتى وهي عندي شي 6 شهور دابا ولا 7 شهور، وانا حامله هاد القرعه وكنستعمل منها وكنخدم بها بحالي. وانا عارفه كاينين بزاف منكم بحالي والاخوات، كاينين خواتاتي على الجهل كيستعملوها كيحلوها كيخليوها مده طويله. انا كنشوفها ما مصوفه، ما كتخسر، ما كدير ريحه، ما حتى حاجه. كنجي كنشوف لاضات ديالها هنايا
عندي حتى 2025 وانا خديتها في 2024. يعني شو في 2023 واقيلا، ما عرفت 2024 ما عقلتش. المهم شي 6 شهور دابا باش خديتها، يعني راه 2024 نيت. المهم غتشوفوا معايا لا دات صافي. مادام غتشوفي التاريخ وغتشوفيها هي مصوفه، ما فيها ريحه ما فيها حتى حاجه، غتبداي تخدمي بها عادي ياك. ولكن لا، الا جيتي، انا اول مره كنكتشف هذه المساله وعارفه بلي بزاف منكم ما عارفيناش، فجيت نحضركم ونوريكم. هنا مكتوب بلي من بعد ما كتحل القرعه ديال لا موطارد كتكون، من بعد ما كتحل كتحتفظوا بها في الثلاجه مده ديال شهر. هي مكتوبه هنايا، مكتوبه من بعد الفتح، يعني كدار في الثلاجه مده شهر كحد اقصى، يعني ما تفوتيش فيها شهر. حنا ما كناش عارفين وكنخدموا بها بزاف. ملي كتفوت شهر كتفسد كتخسر، يعني كتولي سامه ومضره للصحه ديالنا ولوليداتنا. هنا واخا تبان لكم عاديه وداكشي، ولكن هما راه مادام كتبوا لك خصك تحتفظي بها شهر في الثلاجه الا وصافي. راه احنا بارك علينا اختي كناكلوا المواد، يعني هي اصلا ديجا فيها مواد حافظه، وكناكلوا المواد الحافظه على الجلد والمعلبات، ونزيدوا يا اختي حتى بحال هذا الشيء. لا، انا جيت دابا غير نقول لكم ردوا البال اللي عند هذا باش يقري عاد لا موطار تنوض تقراها الا كانت محلوله. الا فات الشهر سيري اختي لوحيها، صحتك وصحه وليداتك اهم بزاف من هذا الشيء كامل. دابا غادي نخليكم مع واحد، نتمنى زعما نكون فتكم واخا غير بشي حاجه اللي هي بسيطه. اختي ما تخرجي من هذا الفيديو الا عجبك خلي لي لايك وتعليق زوين بحالك، بارطاجي مع الاصدقاء ديالك، وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم. وغنخلي لكم دابا، غنخليكم مع واحد الكغاطا واعره ولذيذه بزاف. انا متاكده غتنال الاعجاب ديالكم. كغاطا اللي اقتصاديه ولذيذه ومشبعه في نفس الوقت. درت فيها نيت هاد الموتزاريلا، داكشي علاش قطعتها. وانا نقول لي تنشاركها مع البنات كيفاش كتجبد، كيفاش كتعلق في هاد الكغاطا. وديك الساعه نوريهم لا مارك، يعني من بعد ما نوريكم لا مارك وداكشي نوريكم التعليقه ديالها. هاد الكغاطا بالروز. بزاف منكم غتجيهم غريبه الروز، بدون لحوم بدون دجاج بدون كفته بدون حتى حاجه. واحد البواطه صغيره ديال الطون هي باش خدمت، واعره. انا متاكده غتعجبكم. المهم انا غنخلي لكم غير تجبيد هذا الفرماج وداك الصوت ديالو داكشي. وانتم الا عجبتكم الكغاطا خليوها ليا في التعاليق نشاركها معكم فيديو جاي ان شاء الله. نتمنى نكون خفيفه الظل على قلوبكم وكنبغيكم بزاف الصراحه. راه كنتونس معاكم كيعجبني الحال، داكشي ما كنبغيش نخبر عليكم. وان شاء الله لي فيديوهات اللي جايين حسن غنشارك معكم التقديه ديال اللحوم ديالي ديال الشهر بواحد الثمن اللي زوين وغيعجبكم، والطريقه ديال التقسيم ديالهم، حتى الخضر والفواكه نقدر نشاركهم معكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. غنخليكم مع الكغاطا. ها انتم الغزالات ديالي، شوفوا معايا التعليقه واعره في هاد الكغاطا. اختي كغاطا بالروز، الروز والمايز والطون كتجي فنه. ما كنستعمل فيها لا كريمه ديال الطبخ لا حتى شي حاجه. المهم هي اقتصاديه. وصراحه انا وحلت في الغدا مازال ما جايباش التقديه، وانا نوض قلت لهم الله تندير لكم غاد الكغاطا بالزربه وجدات بسهوله وكتجي لذيذه. الا بغيتوها خليوها ليا، شوفوا التعليقه، خليو ليا انا زعما خليو لي بلي راكم بغيتوها وشجعوني نشاركها معكم. علاش لا، راه كتجي مشبعه للغدا ولا للعشاء. شوفي معايا اختي كيف كتجبد، خليك باش تشوفي ديك القيطه. هانتوما غادي تشوفوا شتو كيف كتجبد، كتجي زوينه. المهم نتلاقاو في فيديو جديد، ما تبخليش عليا باللايكات ديالك الزوينه ديالي، ونتمنى يعجبكم الفيديو.